السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ بخير مزيانين لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا في اتم صحه جيده ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا جيت نشارك معكم اليوم الكيكه اليوميه ديالي اللي كنستعمل وغير بجوج ديال البيضات. طبعا المكونات متوفره في جميع المنازل. هنا كنحتاج جوج ديال البيضات، جوج ديال الخمارات من الفئه ديال 7 ديال الغرام، واحد شاصيه ديال الفاني، وقبيصه د الملح طبعا ما كنستغناوش عليها، وطبعا الدقيق حسب الخليط. وعندي هنايا كاس ديال السكر مع مرشي، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. والسر ديال هاد الكيكه كامله هو ديك الخل ضروري كنستعمل في المكونات ديالي، بالخصوص الكيكات كيخليها تجي رطبه شهوه منا. هنا عندي طبعا الاناء فيه غادي نخلط العناصر ديالي كامله وغادي نقوزو. هنا غادي نفقع جوج بيضات، وغادي نضيف طبعا السكر الخشن، وغنضيف عليه السكر ديال الفاني. واللي بغى يزيد ينسم يضيف القشور ديال البرتقال او الليمون يستعملوا. انا ما زعما يعني اكتفيت بانني نعمل غير سكر فاني، ما كاين حتى اشكال. اللي قدرتوا اي منكه قدرتوا تضيفوه ما كاين حتى اشكال. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نحاول نخلط العناصر مع بعضيتهم، ومن بعد نقوزو نكملوا مع بعضنا. وهنا بنات كيف ما كتشوفوا انا كنطحن بالميكسور، ما عنديش متوفر الطراب الكهربائي، يعني ما كاين حتى اشكال. بامكانكم انا بجميع الطرق كنت كنطحن الكيكه ديالي يا بالمولينكس يا بالطراب الكهربائي او الميكسور او الطراب اليدوي، كيبقى اختياري. داكشي اللي متوفر عندكم في الدار ديالكم طربوا به، ما كاين حتى مشكل. وكيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما نسجمت العناصر كامله وضفت الزيت، هنايا غادي نقص باش نضيف الحليب، ومن بعد غادي نطرب كلشي مع بعضيته. من بعد ما غادي نطرب المكونات وغادي نسالي السوائل مع بعضها، غنحاول انني نكتفي غير بالطراب اليدوي وغنزول المكسور، وغادي نطرب العناصر اللي باقا لي غير بالطراب اليدوي. وهنايا من بعد ما طحنت جميع العناصر ديالي غنحاول نكتفي غير بالطراب اليدوي، وغنضيف نصف الكميه ديال الدقيق، ومن بعد عاد غنضيف عليها الخميره ديال الحلوى، ومن بعد غنكمل البقيه ديال الدقيق اللي باقي لي. كنحاول انني ما نضيفش الخميره هي الاولى، كنضيفوا الطحين ومن بعد عاد كنضيفوا الخميره. المهم هذه هي الطريقه المعتمده ديالي، جربوا طريقه راها ناجحه 100%، كتجي اقتصاديه ويا سلام. من بعد ما كنوصلوا للمرحله الاخيره مره عاد كنضيف فيها الخل. هنايا ما ذكرتش معكم الكميه ديال الخل، وانما غير مغروفه كافيه كبيره صافي. وغنخلط نحاول نخلي ديك الخل يدخل في الكيكه ديالي كامله وصافي. وغتشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو انني كنحاول نرسم لكم رقم 8 فوق الكيكه، يعني هذاك الرقم يعني هو المعتمد والمشهور اللي عندنا كاملين، او اي شكل بغيتو طبعا. ملي كيترسم لكم شكل هنا كتعرفوا بان الكيكه ديالكم ما خفيفه ما ثقيله، الكيكه ديالكم هي هذيك صافي. هنا كتحاولوا انكم توقفوا، ما تزيدوا تدخلوا لا دقيق لا حتى شي حاجه.
وهنايا كنوريكم الاناء ديالي من بعد ما دهنته. طبعا كيبقى اختياري انكم تدهنوه بالزيت والدقيق او الزبده والدقيق، فديك الطريقه كتبقى معتمده عندكم نتوما باش كترتاحوا باش كتبغيو. هنايا كنحاول نخوي الخليط ديالي وكنحاول نرفع يدي الفوق، ما نخويش الخليط ويدي حاني، باش هيدا باش كتجي الكيكه ديالكم طالعه وكتجي مزيونه. وصافي كنتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم الطريقه ديالي. هذه هي الكيكه المعتمده اليوميه عندي، سهله وبسيطه بزاف. كنحاول ان نعتمد عليها في 4 بيضات او 6 في الحجم الكبير او الصغير. هذه هي الطريقه اللي كنستعمل انا في الكيكه ديالي، وكنتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم. وديك الساعه اللي جربها يحاول يكتب لي في كومونتيرات كيف جاتو، واللي كيعمل نفس الطريقه ديالي حتى هو يخلي لي كومونتير طبعا. وهنايا كيف ما كتشوفوا خرجت الكيكه ديالي من الفران، غادي نخليها تبرد واحد شويه عاد نقلبها. وهنا كنوريكم باش غادي نزينها. هنايا عندي كركاع وعندي بيان كونكاسي، وطبعا عندي الشوكولات نسيت ما وريتوش في الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا شوفوا الكيكه ديالي كيف جات، راه جات يا سلام بلا ما نقول لكم غزاله. هنايا غادي ندوز باش انني نزينها. التزيين كيبقى اختياري نتوما وباش متوفر عندكم في الدار ديالكم، وبامكانكم انكم تستغناو على التزيين وتخليوها عاديه لانها كتجي من السما. وانا قلت لكم انكم تقدروا تنكوها باش ما بغيتوا من داخل، او تقدروا تضيفوا فيها بعض المكسرات من داخل، كيبقى اختياري نتوما باش متوفر. انا هادشي اللي متوفر عندي في الدار ديالي طبعا، هو اللي حاولت انني نزينها. حتى من السكر كنضيف دائما الكميه ناقصه، ما كنعمرش الكاس معمر تنطقم. باش هنايا كنحاول انني نزينها من فوقي باش ما بغيت يا اما شي حاجه حلوه او عاديه. هنا ما غاديش نحاول انني ندهنها بالناباج او شي حاجه باش نخلي داكشي يلصق فوق منها، حيت غادي نضيف فوق منها الشوكولات. وحيت غادي نضيف طبعا الشوكولات غادي نكتفي بهذا القدر هذا صافي. كيف ما كتشوفوا انا كنفضل الكيكه ديالي ما تجيش حلوه بزاف، وبالخصوص الا كنا غنزينوها طبعا بالشوكولات او بالمربى او طبعا الناباج، فكنكتفي وانها تجي شويه ناقصه باش تجي هي هذيك متعادله في المذاق ديالها. هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم. شكرا يا احلى متتبعين على الوصول ديالكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. وطبعا خليوا لي لايكات والكومنتيرات، واللي كيشوف اول مره القناه يفعل الاشتراك ديالو ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله.